الله الله كيف الحلاقة بس يا جماعة الخير طالع حلو الحلوين. مبدع الحلاق براسي مهندس على راسي. طالع خارق حارق متفجر تبارك الرحمن. شو هالايدين هي؟ الله يسلم ايديه يا رب العالمين. وبإذن الباري يا جماعة الخير هي الحلقة راح نكملها وانا حاطط طاقية عشان ما تحسدوني على الجمال يعني. خلينا نبدأ الحلقة هلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طلال ورجعت لكم فيديو جديد. اليوم يا جماعة الخير رح نحكي عن مباراة العراق والأردن اللي قامت القيامة من وراها، واللي صار فتن، واللي انقامت الدنيا كلياتها من وراها المباراة. الفلسطيني انت جابك على الطوبة يا ابني. منو اللي قدم لكم المساعدات والسلات الغذائية؟ أكيد الشعب العراقي. مثل ما شايفين اغلب الفيديوهات والتعليقات العالم نازله ببعضها وعم تتخانق. وبتعرفوا انتم شعبنا بس حدا قرب على بلد بتقوم الدنيا كلياتها، بينسوا الاسلام بينسوا الامه العربيه بينسوا كل شيء. بس قبل ما يبدا المقطع يا جماعه الخير لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه، تكونوا مشتركين. حسابات التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. اي شيء بتحبوني اعمل عليه رده فعل، اي شيء بتحبوني انزل عليه فيديو ابعتوا لي، يعني كان على الانستا او على التيك توك. ومثل ما قلت لكم المباراة صارت بين العراقيين والفلسطينيين وقامت الدنيا من وراء المباراة. هي لساتها تصفيات وما لها نهائي حتى. فشو صار؟ الاردنيين وقفوا مع الفلسطينيين لانه لو فاز العراق كان هذا الشيء اثر على التصنيف المنتخب الاردني، فيعني خسارة المنتخب العراقي هذا الشيء رح يساعد المنتخب الاردني مشان تصفيات كاس العالم. فمثل ما شفت المباراة خلصت 2-1، وعلى اخر دقيقة المنتخب الفلسطيني جاب الجول، او على اخر وقت ما بعرف بالضبط. فاول ما جابوا هذا الجول المنتخب العراقي خسر. وانتم ما تشوفوا المدرجات جماهير الاردنيين والجماهير الفلسطينيين قاعدين عم يسبوا المنتخب العراقي. طبعا مو كل الجمهور اللي كان بالملعب، لكن في فئة كانت قاعدة عم تسب. وهذا المقطع انتشر على التيك توك والدنيا كلها قامت، صار فتنة، صارت هاي الدولة توقف مع هاي الدولة وهي الدولة توقف مع هاي الدولة. خلينا نشوف الفيديو تبع المدرجات اللي كانوا قاعدين عم يسبوا على العراقيين فيه. يعني ملافظ والله العظيم ما بعرف شو بدي احكي. ومن بعد هي المشكله الدنيا كلها قامت. انا ما دايت الا بعض العراقيين كانوا عم يوقفوا مع اسرائيل، عم يطلعوا يمدحوا ويقولوا والله ما قصرتوا بالفلسطينيه ويلا خلينا نتسحر بيبسي ومدري شو. يعني يا جماعه الخير والله هذا الكلام ما بصير، وحتى حرام الواحد يحكي هيك شيء. لا وهذا الحكي انحكى بعز الاحداث اللي كانت عم تصير بغزه. فهذا الموضوع بهي الفتره كان كتير حساس، وموضوع فلسطين والقضيه الفلسطينيه اكبر من اي مباراه كانت. وما بعرف ليش الجمهور كان عم يحكي عن العراقيين بهي الطريقه، يعني ما مستاهله، هي مباراه وخلصت. وبالاخر كلياتنا عرب، والله العظيم مين ما بيتاهل لكاس العالم كلياتنا عم نوقف معه. لما صار كاس العالم الماضي وضلت المغرب كل العالم وقفت مع المغرب. اقسم بالله يا جماعه الخير حتى لما صارت مباراه الارجنتين والسعوديه لك كل العالم وقفت مع السعوديه، لك حتى اللي بيشجعوا ميسي كلياتهم وقفوا مع السعوديه لانه عرب. عادي مين ما تأهل يتأهل، والله أنا عندي عادي مين ما يتأهل يتأهل. صحيح إنه الثلاثة مو دولتي يعني لو كانت دولتي طبعا راح أوقف مع دولتي، بس أنا بالمقصد تبعي إنه بالأخير بالنهاية كلياتنا عرب. وحتى لو كانت عم تلعب مثلا سوريا ضد العراق أوكي نحن خسرنا راح أتضايق، بس ما بتوصل إني أعمل فتنة واتخانق وسب العراقيين ومدري شو. ترى والله العظيم يا جماعة الخير العالم كله عم يضحكوا علينا، لك على أصغر الشغلات عم نتخانق يا زلمة على أساس أمة عربية واحدة. لو في عالم إسرائيل كمان مدخلين حالهم بالموضوع وعم يوقفوا مع العراقيين، وهن أحب ما علبهم إن إحنا نفوت ببعض، ولا هن راحوا وقفوا مع طرف كمان. أنا من جوات قلبي عم بتضايق لما أشوف إنه فعلا في عراقيين عم يصدقوا إن إسرائيل واقفة معهم، لك هي همها الأكبر إنه تصير فتنة بيناتنا. وموضوع فلسطين انا والله العظيم مو حكي عن هاي القصه بس، بشكل عام عن اي دوله عربيه عم بحكي. اي واحد بيوقف مع اسرائيل ضد فلسطين هذا واحد قليل شرف. ولو شو ما صار يصير يا زلمه، لو طلع واحد فلسطيني صار يسب مثلا سوريا لازم نحن نوقف ضد الفلسطينيه؟ ما بصير يا جماعه الخير. اقسم بالله هاي القضيه بالذات حساسه لكل المسلمين مو بس للعرب. يا رجل الاجانب، لك انا بالمانيا اقسم بالله في كثير عالم هون واقفين مع القضيه. انا كثير بتضايق لما في عرب عم يوقفوا مع اسرائيل مشان لانه في فلسطينيين صاروا يسبوا بلدهم. فوالله اللي بيلعب على هذا الوتر وبيجيب موضوع غزه وبيقعد بيتمسخر وبيحكي عن المقاطعه هذا واحد قليل شرف. واللي بيقعد يعلق مع دوله تانية مشان مباراه هذا واحد غبي. اقسم بالله يا جماعه الخير ما بعرف العالم من وين عم تفكر. يا رجل تقعدوا تسبوا بعض وتصير فتنه، لك اقسم بالله الدول العربيه والله العظيم ما رح تتطور. والله العظيم رح نضل نكره بعض، رح نضل نكره بعض، رح نضل نكره بعض. لك المشكله وكلياتنا عندنا نفس اللغه وكلياتنا عندنا نفس الدين ولسه بنتخانق مع بعض. شوف الدول برا، شوف اوروبا كل واحد من دين. يا رجل روح شوف الهند، لك كل واحد بيعبد اله لحاله وشوف شلون متعايشين مع بعض. يا رجل احنا كلياتنا عرب ومسلمين وتلاقي الدنيا قايمه بعض، ولا بعمري شفت دوله متوافقه مع دوله.
دائما على اتفه مشكله ما بيحكوا انه هذا ما بيمثل بلده، لا بس شافوا واحد بيسب الدوله كلياتها. والله احنا ما رح نتطور ورح نضل هيك بجم، والله على الكل عم بحكي رح نضل بجم، والمو لو اذا كنا تحت دين واحد، والله اذا بنكون اخوات ما رح نتطور ورح نضل نتخانق مع بعض. يا رجل مشان مباراه فاتت الدنيا كلياتها ببعض، بكره صارت مشكله اكبر شو رح تسووا؟ لك بس لو الواحد يكبر عقله ويعرف انه شخص واحد ما بيمثل دولته، مو اذا واحد سبعه لدوله معينه معناته الشعب كلياته سيء. وبس والله ما راح احط لكم كمان مقاطع عالم مليان قلبه من الدولة الثانية، ما بعرف ليش. ومثل ما قلت لكم يا جماعة الخير، العراقيين والأردنيين والفلسطينيين كلياتنا أخوة، ولا عاد تتخانقوا، مو بس هاي الدول، كل الدول العربية يا رجل مثل البجم بيتخانقوا. يا رب بس خلي هالشعوب كلياتها ترتقي ولا عاد تتخانق مع بعض. يا أخي لا تحكموا على واحد من واحد، لا تحكموا على دولته كلياتها، مشان الله يا زلمة ارتقوا. يا أخي لما الواحد يجي يسب دولة، واحد إجا يسب دولة، لا تسبوا الدولة تبعه. يا رجل لا حدا يجمع، إذا الشخص سيء معناته الدولة تبعه مو كلياتها سيئة. لك مو انتوا اللي بتحكوا تجمع لغة الجاهلين، لك ليش بتجمعوا من واحد على الدولة تبعه كلياتها؟ لك وحتى لو مو واحد، حتى لو 100 وحتى لو 1000 اجى سب الدولة، يا اخي ارتقوا. يا اخي قولوا هدول العالم بده يعملوا فتنة بيناتنا، لا عاد حدا يعلى مع حدا. يا رجل لك كل فترة بيتخانقوا، لك كل فترة بتلاقي هاي الدولة تخانت مع هاي الدولة، وهي الدولة تخانت مع هاي الدولة، وهي الدولة تخانت مع هاي الدولة، لا وبصير في احزاب كمان، هاي الدولة وقفت مع هاي الدولة، وهي الدولة وقفت مع هاي الدولة. الاخير يا جماعة الخير كلياتنا مسلمين، وهذا الشيء والله رح نحاسب عليه. لما تسب مسلم وتسبه بشرفه وبعرضه والله رح تحاسب عليه اخر شيء. وبرجع بقول لكم يا جماعة الخير، موضوع فلسطين أكبر بكتير من موضوع مباراة وموضوع عالم وموضوع جماهير، هذا الموضوع أكبر بكتير. وبس يا جماعة الخير، هون بكون وصلنا لنهاية المقطع. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، شو رأيكم بهي المشكلة اللي صارت. حساباتي بالتواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. أي فكرة بتحبوا إني أعملها، أي موضوع بتحبوا إني أحكي عليه، اكتبوا لي إياه أو ابعتوا لي إياه إن كان على الانستا أو على التيك توك، وإن شاء الله أنا بشوف كل رسائلكم، باخذ أفكار منكم بعمل عليها فيديوهات. ولا تنسوا تحطوا لايك يا جماعة الخير، وتشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس مشان كل ما أنشر مقطع يوصلكم إشعار. وبس دمتم ودام الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.